الزلفلون ورحمة الله. شوف، هذا مصري فنان وبرلماني جا الجزائر، كرموه في مهرجان الفيلم في وهران. دار هذا التصريح. حكالي عن الجزائر وانا قلت ده في لقاء تلفزيوني ان بعد حرب 67 كان الجزائر كان في اشاعه ان اسرائيل هتعمل انزال في ميدان التحرير وتعمل اعمال تخريبيه. فالجزائر بعتت جنود صاعقه جزائريين بقوا ماشيين في ميدان التحرير في وسط البلد عشان يحموا المواطنين الستات والرجاله المصريين. رغم انه التصريح هذا عادي وتندار في اطار نقدروا نعتبروه مجامله للشعب الجزائري، لانه تقال في الجزائر وفي اطار غير رسمي، يعني في مهرجان فيلم. السيد هذا ما هو مؤرخ، ما هو جامعي. ورغم ذلك الدنيا تقلبت، والمصريين راهم يطالبوا بتسليط العقوبات عليه وبنزع الحصانه، والمهم مقلبين الدنيا. الشيء اللي خلاه اعتذر وتراجع على كلامه وطلب السماح، وقال باللي يا ودي انا المعلومات هذه خذيتها من عند الوالد وممكن يكونوا مخوذين من مصادر غير موثوقه. ليسونسيال التراجع على هدرته تحت ضغط الشارع المصري. بار كونتر المربح مؤرخ واستاذ جامعي، اسمع واش راه يقول. لا، عبد الناصر هو السيد يا رجل. عبد الناصر هو اقوى شخصيه في الضباط الاحرار الى ان توفاه المولى سبحانه وتعالى في سبعينيات القرن الماضي. ولذلك نقول لك انه عبد الناصر هو الذي اعطى الفذر، هكذا نزيد نقول لك، الضوء الاخضر لبن بله من اجل ان يتوكلوا على الله عز وجل ويعلنوا الثوره. مصر ام الدنيا. هذا الكلام هذا ما قالوش في مصر مجاملة للمصريين، هذا الكلام هذا قالوا في قناة وطنية ولسنوات طويلة، وهو يقول فيه الطلبة نتاعو في الجامعة. معناتها راهو قاعد يأسس للجهل وتزوير التاريخ، وقاعد يدرس فيه الطلبة باش يستمر مع الوقت، يعني منه وهكذا على عدة أجيال نوليو حنايا نقولوا بلي عبد الناصر هو اللي دار الثورة. رغم أنه الحقيقة اللي مع الأسف يجهلها الكثير، أنه بسبب عبد الناصر تم تغيير تاريخ انطلاق الثورة. الثورة كانت مخطط لها أن تنطلق في 15 أكتوبر 54، ومع الأسف الشديد عن حسن النية كاين مجاهد جزائري كان في مصر قالها لفتحي الذيب، وفتحي الذيب وصلها لعبد الناصر، وعبد الناصر نشرها بطبيعة الحال باش يدي الشيعة، وقال باللي أنا هو اللي راني عطيت الأوردر باش يديروا الثورة لو كان أكتوبر. كي لحق الخبر وانتشر ولحق حتى لفرنسا ودارت حسابها، المجاهدين الغاو هذاك الموعد، وقيادة الخارج اتصلت بقيادة الداخل وقالوا لهم حددوا موعد آخر، وحتى احنا ما تعلموناش به، خليوه سر عندكم باش ما يتسربش وباش ما يصراش نفس الخطأ. ومن بعد يجي هذا يقول لك باللي عبد الناصر هو السيد، وعبد الناصر هو اللي عطى الفيفير لانطلاق الثورة.